ازيكم يا حلوين؟ جاهزين ندرسنا النهارده؟ لو جاهز خليك في مكان هادي وركز معايا، وتعالى هقولك المنهج بيقول ايه. لو انت ما تعرفنيش، انا مس فاطمه محمد، وهنا المنهج. ايه دور الفعل الغير منتظم او اللي بنسميه irregular verb؟ وده بقى مش بيقبل اضافه الاي دي، بيغير في شكله، بيتنكر او حتى يفضل زي ما هو، لكن ما يرضاش ابدا باضافه الاي دي. هديك امثله: grow. فعل زي grow مثلا اللي معناه يزرع أو ينمو، بيعمل عملية تجميل، بيغير حرف ال O ويحط بدلها حرف ال A. وفعل زي make اللي بيبقى made، وده كمان عمل عملية تجميل وشال حرف ال K وحط بدلها D. verb مثلا زي eat يأكل، بيتغير بيبقى ate. see يرى، بيتغير بيبقى saw. go مثلا بيبقى went، وده بقى غير في نفسه خالص. وفي مجموعة بقى شبه بعض قوي بيعملوا نفس عملية التجميل سوا، زي مثلا verb buy بمعنى يشتري بيبقى bought. think بمعنى يعتقد أو يفكر بيبقى thought. teach يدرس بيبقى taught. catch بمعنى يمسك أو يلحق بتبقى caught. ولو خدنا بالنا من الأربع أفعال دول هنلاقي آخرهم ought أو aught. في فعل مهم جدا 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 وهو فعل غير منتظم، وهو verb to be اللي بيكون في زمن المضارع am و is و are، لكن المصدر بتاعه هو be، لأن احنا بنتعامل دايما مع المصدر. ده بقى فعل غير منتظم، لما بيجي نحوله للماضي بيكون was أو were. was لما يكون الفاعل بتاعي مفرد I وهي وشي وات. were لما يكون الفاعل بتاعي جمع زي you we وthey. هديك مثال عليه لما أقول مثلا أنا كنت طالب I was a student. إحنا كنا أصحاب we were friends. في شكل بقى من الأفعال الغير منتظمة وهو فعل تيجي تقول له أضيف لك إيدي يقول لك لأ، طب أغير في شكلك يقول لك لأ برضه، أمال عايز إيه؟ يقول لك عايز أفضل زي ما أنا كده، زي ما ربنا خلقني، شكلي كأني في المصدر. زي مثلا verb cut بيفضل cut اللي هو معناه يقطع، أو verb put اللي بيفضل put بمعنى يضع، أو verb hurt اللي بيفضل hurt بمعنى يؤلم أو يؤذي. وهسيب لك باقي الأفعال الغير منتظمة تحت في الديسكريبشن بوكس، احفظها بقى. ودلوقتي حان وقت التدريب، جاهز؟ هكتب لك جملة في المضارع وانت تحولها ماضي. وقف الفيديو وخد وقتك خالص. I watch TV. مظبوط، هتبقى I watch TV، لأن watch فعل منتظم بيقبل إضافة ال ED ومش منتهي بال E ولا منتهي بال Y اللي قبلها حرف ساكن. My dad uses a red pen. Well done. فعلا هتكون My dad used a red pen. احنا طبعا هنحذف حرف الاس ده لان احنا بنتعامل مع الفعل في المصدر وبنرجع له الماضي، يعني ماليش دعوه بحرف الاس ده لانه ضاف علشان زمن المضارع البسيط مع هي وشي وات، لان انا قلت لك هديك الجمل في زمن المضارع وانت هتحولها ماضي، فهنحذف اي اضافات ليها علاقه بزمن المضارع عشان نقدر نتعامل ونرجعها للماضي. مثال كمان: he is a student. excellent. is هنا في اصلها الفعل في المصدر كان verb to be، وverb to be هو فعل غير منتظم والماضي منه was aware. هبص على الفاعل لقيته هي، وهي فاعل مفرد، فبالتالي هتبقى he was a student. اللي بعده: أحمد eats mango. That's right. eat هو فعل غير منتظم فعلا، وماليش دعوة بالاس برضو في نهاية eats، وهو فعل غير منتظم ومش بيقبل إضافة الاي دي وبيحب عمليات التجميل والتنقل وهيغير في شكله، فهتكون الجملة أحمد ate mango.
كفاية عليك لحد الاستخدام. والفيديو الجاي أقولك إزاي تنفي وتسأل وإيه هي الكلمات الدالة. خد هنا رايح فين؟ حلوة جدا. أنا ذهبت إلى المدرسة. مها رأت أسد في الحديقة. نحن كنا سعداء. ماما كانت في القاهرة. هستنى إجابات. بالتوفيق. سلام.